السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع عمو يحيى وبودكاست جديد من سلسلة إزاي أذاكر. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نذاكر رياضيات مع هرم من أهرامات الرياضيات في المنصورة. معانا مستر إسلام السعيدي. عمو يحيى Educational Coach. أهلا مستر إسلام، إزاي حضرتك؟ ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك يا رب. الله حضرتك عامل إيه؟ تمام والله الحمد لله. والله إحنا بنشكر حضرتك بإن أنت سمحت لنا إن إحنا نقدر نقابلك في الوقت شرف دوت. وسعيد بوجودك معانا والله. الله يبارك في حضرتك يا اللهم رب. امين يا رب. تسلم. اللهم امين. مستر إسلام، إحنا معانا سلسلة بنتكلم إزاي أذاكر، والنهاردة عايزين نقول لطلبة 2024 إزاي أذاكر رياضيات. اول حاجه قبل ما نتكلم ازاي نذاكر رياضيات، في طلبه عندها مفهوم خاطئ جدا ان الرياضه موضوع صعب. ده علشان ان الرياضه عندنا متفرعه لكذا حاجه. الرياضه في عندي رياضه تطبيقيه ورياضه بحته. الرياضه البحته فيها فرعين، فيها جبر وهندسه فراغيه، فيها تفاضل وتكامل. الرياضه التطبيقيه بتتكلم في ميكانيكا اللي هي عباره عن ديناميكا واستاتيكا. فالطالب فاهم الموضوع كبير. ايوه هو موضوع كبير، بس انت بتتكلم في كام درجه؟ بتتكلم في 120 درجه. انت بتتكلم في ربع أكتر من المجموع تقريبا، ربع المجموع. فالموضوع لازم يكون فيه اهتمام جامد. يعني الموضوع صعب ولا مش صعب؟ الموضوع مش صعب، بس الموضوع محتاج تركيز. اي ماده غير الرياضه، مش شرط الرياضه بس. يعني انت مثلا دلوقتي لو بنتكلم في كيمياء، في فيزياء، في عربي، في انجليزي، لازم نهتم بها. انت بتتكلم في كل ماده، لما تيجي تتكلم هنا الرياضه بتتكلم في 120 درجه، يبقى لازم يكون بها اهتمام جامد. بس الفكره ازاي اذاكر. الفكره كلها هنا ازاي اوصل اللي انا عايزه. ما احنا جايين بقى عشان نقوله ازاي اذاكر رياضيات ان شاء الله بدهم مع طيب اول حاجه عندنا محتاجين من حضرتك نستعرض المنهج. يعني حضرتك زي قلت طرف منه كده، عندنا كام درس في المنهج؟ احنا عندنا رقم واحد، المنهج عباره عن حاجتين زي ما احنا قلنا، بحته وتطبيقيه. البحته عباره عن المفروض بنقول فرعين، بس هم في الواقع 3. لان جبر وهندسه فراغيه، من الجبر ده فرع لوحده والهندسه فرع لوحده. بس احنا بنمتحن الاثنين في امتحان واحد ب 30 درجه. وعندنا فرع التفاضل والتكامل. لو جينا اتكلمنا اول حاجه على الجبر، فالجبر بنتكلم في 3 وحدات اللي الناس مش فاهماه. ال3 وحدات احنا خدناهم قبل كده. الوحده الاولى بتتكلم على مبدا العد والتبادل والتوافيق. درس خدناه السنه اللي فاتت في ثانيه ثانوي في الترم الثاني. لو انا متاسس صح في ثانيه، هيبقى الموضوع معاك سهل في ثالثه. طيب الوحده الثانيه بتتكلم على ايه؟ على العدد المركبه. الله، طب ما انت خدتها في اولى ثانوي، فلو انا متاسس صح في اولى هتلاقي معاك الموضوع سهل في ثالثه. الوحده الثالثه بتتكلم على ايه؟ على المصفوفات والمحددات. يبقى انا برضو دلوقتي بالنسبه لي المصفوفات والمحددات اللي خدتها في سنه اولى، لو اتاسست فيها صح هتلاقي معاك الموضوع كويس. فالموضوع كله احنا بنتكلم في رياضه ماده مكمله لبعضها، فلازم اكون متاسس صح عشان اعرف اوصل للكلام ده. طب تفاضل وتكامل، عندي 4 وحدات كلهم معتمدين على شغل تانية، اذا كان اشتقاق او التفاضل بشكل عام، او اذا كان حساب المثلثات. فالفكره كلها رقم واحد ده الاهم، ان لازم اكون عندي مكون متاسس صح علشان اعرف اطبق على الكلام ده. طبعا عشان ما نخرجش بره موضوعنا ونقول الاول الفروع بتاعتنا عباره عن ايه. ده بالنسبه للرياضه البحته. سليم. نيجي نتكلم على الرياضه التطبيقيه. الرياضه التطبيقيه عندنا فرعين، ديناميكا واستاتيكا. الاستاتيكا 6 وحدات. طيب والديناميكا بنتكلم في 4 وحدات. الوحده الاولى والثالثه والرابعه وحدات صغيره بيخلصوا اصلا بوقت صغير جدا. الوحده الثانيه ودي الاهم، اللي هي فيها قوانين نيوتن والبقرات وفيها ليله زي ما بيقولوا، ده يعتبر منها كله. طيب هاي الموضوع صعب؟ نرجع تاني لنفس الكلام بتاعنا، اللي هيقول صعب او سهل مذاكره الطالب لو ما ذاكرش الموضوع صعب. طب لو الطالب ذاكر واجتهد الموضوع كويس، بس محتاج شويه اجتهاد وشغل كويس. محتاج مجهود. صحيح. طيب جميل. السؤال الثاني عندنا، انا محتاج ايه من اولى وثانيه اطلع بيه ثالثه؟ حضرتك اشرت برضو ان في حاجات كتير في ثانيه درسوها بيكملوا عليها في ثالثه. بالظبط كده صح. قول لي طيب حضرتك، هل الطالب يبدا يعمل مراجعه مثلا على اولى وثانيه قبل ما يدخل ثالثه؟ رقم واحد، ان الطبيعي اصلا انا قبل ما ابدا مع طالب ثالثه ثانوي بعمله مراجعه شامله على منهج اولى وثانيه. بس هل بنعمل مراجعه على الكلام كله؟ لا طبعا. امال انا محتاج حساب مثلثات اولى وثانيه كله، فبنراجع على الجزء الخاص بحساب المثلثات. محتاج التفاضل اللي في ثانيه ثانوي، فبراجع على الجزء الخاص بالتفاضل في ثانيه ثانوي. قبل ما ابدا بالجبر فانا محتاج الجزء الخاص بالاعداد المركبه والمحددات والمصفوفات، فببدا اراجع عليه. ببدا اراجع على الجزء اللي انا محتاجه، ما انا عشان برضو ما اضغطش الطالب. سليم. يعني ما اجيش النهارده اقول له ايه، انا هراجع منهج اولى وثانيه كله. طب اكيد مش كله. طب انا هشرح بقى منهج اولى وثانيه ولا منهج ثالثه؟ فانا بذكرك بمنهج اولى وثانيه، الحاجات اللي انا هحتاجها وابدا بعد كده نبدا نخش في المنهج ايه بتاعنا. يعني احنا مثلا ممكن نكون اول شهر في الشغل بتاعنا، اول شهر مراجعه على المنهج كامل بتاع اولى وثانيه وكل اللي هنحتاجه على مدار السنه، عشان واحنا بنشرح ما نجيش نقول للطالب ايه ذاكر كذا ويعمل كذا وافتكر كذا. يفتكر ليه؟ طب انا افكره بقى في الاول علشان ما نجيش فيما بعد يقول لي ده انا ناسي، انا مش فاكر. لا، انا فكرتك بقى في الاول، فبحس الموضوع معانا يبقى اسهل شويه.
جميل جدا يا مستر. طيب استاذن حضرتك، ممكن نتناول توزيع زمني للمنهج على مدار السنه الدراسيه؟ بالظبط. هو انت هنا بتتكلم في حاجه كويسه جدا. ايه هي؟ تقسيم وتنظيم وقت الطالب. والكلام ده مش في الرياضه بس، الكلام ده في المواد كلها. انت لازم تكون من اول يوم منظم الوقت بتاعك. لازم من اول يوم تكون عامل لنفسك جدول مذاكره. يوم السبت هذاكر ايه، يوم الاحد هذاكر ايه، يوم الاثنين هذاكر ايه. لازم التنظيم بتاعنا. طيب لو انا بتكلم عن الرياضه الجزء الخاص بتاعي، انا بالنسبه لي بفضل ان انا اشتغل في الاول 3 فروع مع بعض. يعني في البدايه، طيب ايه ال3 فروع اللي هاخدهم؟ بنقي فرع منهم بالنسبه للطالب يعتبر ان هو صعب، فرع متوسط، فرع سهل. يعني مثلا ممكن الطالب يبدا فرع الهندسه، ده فرع كويس جدا وسهل جدا. مع فرع الهندسه ياخد مثلا معاه التفاضل، ياخد معاه الاستاتيكا، بحيث يكون موازن ما بين ال3 فروع. طيب بننتهي من ال3 فروع امتى؟ المفروض تنتهي من ال3 فروع على نهايه شهر 12، مع بدايه شهر 1 ان شاء الله بدون مطعم العيش تبدا في الفرعين الباقيين اللي هم الفرعين التانيين، ويكون نهايتك اخرك يكون نهايه شهر 2. تمام. علشان تعرف تنظم وقتك صح، وعشان تعرف تراجع صح، وعلشان تعرف توصل اللي انت عايزه. يعني ديدلاين ليا ان انا اخلص المنهج 1/3 بالظبط كده، ونبدا المراجعه. وتبدا بقى المراجعه بتاعتك تاني ان شاء الله بدون مقاطعه. طيب مستر، قول لي كده ازاي تنصح الطالب يراجع؟ تنصحه يعني خريطه للمراجعه كده تبقى عامله ازاي؟ طيب رقم 1، مع بدايه شهر 3 هتاخد شهر كامل مراجعه على اللي انت اخدته كله تاني. بمعنى هتراجعه كشرح. بس طبعا اكيد مش هجيب الوحده واقعد اذاكرها في يومين 3. لا، ممكن بعض الوحدات تاخد منك يوم، وبعض الوحدات تاخد منك يومين. طبعا مش يوم كامل، انت مثلا مقسم للرياضه في اليوم ساعتين او 3 ساعات. فانا النهارده هاخد مثلا الوحده الاولى في التفاضل، تمام. بكره هاخد الوحده الاولى والثالثه في الديناميكا. حسب انت اللي هتنظمها ازاي. المهم ان انا خلال 30 يوم اللي هو شهر 3 اكون راجعت على المنهج كله من اوله لاخره تاني. يبقى راجع المنهج كله، ان انا ابص في مذكرتي الاصليه بالظبط، واحل بعض النماذج من الاسئله تفكرني بالظبط بالدنيا كده. ماشيه ازاي. بالظبط كده. تمام. بعد ما نخلص الشهر ده ابدا بقى الفتره الاخيره والاهم، وهي حل امتحانات. دوس في الامتحانات، حل امتحانات على قد ما تقدر. مع بدايه شهر 4 لحد موعد الامتحان ايا كانت حدد يوم ايه، حل امتحانات بس. وانت بتحل الامتحانات ايه اللي هيقابلك؟ وانا بحل الامتحان قابلني سؤال كنت ناسيه، مش فاكر السؤال ده كان بيتكلم على ايه، نسيت طريقه حله. هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارجع تاني للدرس بتاعي وابص عليه بصه سريعه، وافتكر السؤال كان بيتحل ازاي، ايه المشكله اللي كانت عندي فيه، وابدا احلها. فهتلاقي نفسك بتراجع مع الامتحانات شرح في نفس الوقت. بس ما اقدرش اقول للطالب بقى ايه، هات درس النهارده اقعد ذاكره ساعتين 3. لا، انا خلاص في وقت امتحانات، فانا عايز احل اكبر كميه امتحانات ممكنه. هو بالفعل مر عليه في الشهر اللي قبليه. بالظبط، هو مر عليه قبل كده. فانت لو نسيته، حصل سهو، ببدا ارجع له تاني مراجعه سريعه، ببدا افتكر وابدا اكمل الموضوع عادي. حل امتحانات في المواد العلميه، مش هو في الرياضه بس. ايوه. اي ماده علميه حل اسئله على قد ما تقدر. طول ما بتحل اسئله كتيره، طول ما انت هتيجي في اخر السنه في الامتحان داخل مطمن ومرتاح نفسيا. فالحل الاسئله في المواد العلميه هو اهم شيء، وخصوصا الرياضه. فطول ما انا بحل كميه اسئله كتيره جدا، وهيقابلك كل يوم فكره جديده، فكرتين 3 4، هتلاقي نفسك على نهايه السنه بتجمع كميه افكار غير طبيعيه. فانت حتى لو جالك في الامتحان فكره غيرهم، فانت دماغك اتدربت على الكلام ده قبل كده، فدماغك هتبدا تشتغل وتفكر ونحاول نعمل ايه، والسؤال ده ممكن اعمل فيه كذا، ممكن اجرب مره يطلع غلط، 2 غلط، 3 غلط، ممكن مع الرابعه تصيب معايا. هي الفكره كده، انا ممكن ما اجيبهاش من اول مره، بس ممكن اجرب اكتر من مره لحد ما اوصل للفكره. بس الكلام ده كله هيكون عن طريق ايه؟ التدريب، انك لازم تكون متدرب صح. دي الفكره كلها مش اكتر. سليم. طيب مستر، استاذن حضرتك، الاثباتات. تمام. الاثباتات ديت يلزم حفظها، والطالب يتعامل معاها ازاي؟ ده سؤال جميل جدا من حضرتك، بس لازم الاول نرسخ بعض المعاني. اتفضل. في ناس كتير جدا بتسال هي الرياضه حفظ ولا فهم؟ طبيعي جدا الرياضه فهم، بس في عندنا مشكله لازم تكون عارفها. ما في حاجات قوانين اساسيه في الرياضه انا لازم اكون حافظها. ما ينفعش اجي اقول لك ايه، افهمها استنتجها. ايوه، ما انت اصلا العلماء اللي اخترعوها، انا مش مطالب النهارده اقول لك هم اخترعوها ليه. انت النهارده لازم تحفظ القانون ده. انت بعد ما تحفظ القانون، انا ابدا اعمل ايه؟ ابدا اطبق عليه وابدا افهم من القانون. انا عندي قانون حفظته، 2 طبقت عليه، 3 بدات احل عليه اكتر، 4 ابدا اديلك اسئله مستوياتها اعلى، 4 مستوى اعلى لحد ما عرفت احل عليه كله. يبقى انا بالتالي انا لازم اكون في الاول رقم 1 حافظ، رقم 2 ابدا احل، رقم 3 ابدا اعلى بالمستوى بتاعي. فالاثباتات
مش حفظ. الاثباتات فهم، بس في منها شق كبير ان هو ايه، حفظ. يعني أنا النهارده لما اديلك مثلا 50 اثبات وانت فهمتهم كويس وخلاص بتحفظهم، يعني على قد ما انت فاهمهم وحافظهم كمان في نفس الوقت. تمام. طب جيت في مراجعه اديت لك 50 اثبات تانيين، بقى معاك كام اثبات؟ 100 اثبات. طب انا لما اجي في الامتحان هل انا هقول لك ان ال 100 هيجي منهم سؤال في الامتحان؟ اكيد طبعا انا مش واثق من حاجه زي دي. بس لو جه منهم دي حاجه كويسه. طب فرضا ما جاش، هيجي لك حاجه شبه اللي جيت قبل كده، ممكن يجمع لك فكرتين مع بعض ويجيبهم في مساله واحده. فانت فاقد الفكره دي قبل كده، دارسها وفاهمها وحافظها، فيكون معاك الموضوع سهل. فهي مكمله لبعضها. يعني انا ما ينفعش احفظ بس ولا افهم بس، هما الاثنين لازم يكونوا مكملين مع بعض. فالاثباتات بالذات لازم اكون فاهم وحافظ. حافظ افكار كتيره جدا. ايه المشكله لما اكون احفظ؟ ما احنا طول عمرنا بنحفظ الافكار. في ناس تعترض على الكلام ده، ازاي افكار بتحفظ؟ ما اقصدش كلمه حفظ انك تحفظ الخطوات زي ما هي او اسطمبه واحده، لا، اللي هو اول ما اشوف الامتحان دي فكره كذا افتكرتها، مرت علي قبل كده، مرت عليا شفتها قبل كده، القطها. ما انا في الامتحان عندي مشكله جامده قوي، وقت الامتحان عندنا قليل. ودايما دي مشكله الطلبه بتسال فيها، ليه الوقت الامتحان قليل؟ وقت الامتحان ساعتين على كميه الاسئله اللي موجوده، فده موضوع صعب. فانت عشان تبدا او عشان تلحق تحل الكلام ده المفروض ما تاخدش وقت في التفكير. لازم تكون مرت عليك قبل كده بالظبط. ده مقصود حضرتك بالحفظ بالظبط. انا علشان اقعد دلوقتي افكر في سؤال في الامتحان 5 دقائق، يبقى انت عايز 4 ساعات في الامتحان. ضاع الامتحان. فالفكره ان لما السؤال ده مر عليا مره واثنين وثلاثه واربعه، فانا لما شفته لمحته في ثانيه وحليته بسرعه، هنلاقي الامتحان بيتحل في الوقت المعدل الطبيعي بتاعه. فغير كده بتضر الطالب. وطبعا دي المشكله اللي دايما الطلبه بتتكلم فيها، احنا ما بنلحقش نحل الامتحان في ساعتين. هي الساعتين مده قليله عليه فعلا، مش هنقول لا، بس العلاج بتاعها ايه؟ علاجها هو الحل الكتير. الحل. بس حل كتير على قد ما تقدر، هتلاقي معاك الموضوع سهل جدا. طيب مستر، برضو الرسومات البيانيه رؤيه حضرتك لها في الامتحان؟ الرسم البياني الاول لما كان بيجي لنا اسئله مقاليه ويطلب منك انت اللي ترسم الرسمه، كان الموضوع كويس. دلوقتي السؤال بيجي لك مرسوم. ده في النظام القديم. في النظام الجديد السؤال بيجي لك مرسوم، انت عايزك بس توضح لي ايه البيانات اللي على الرسمه، او ادي لك 4 اختيارات وبطلب منك حاجه معينه، وانت مطالب تستنتج لي من الرسمه اللي فين، اللي في الاربعه. فبقى الموضوع اسهل من الاول بكتير، اسهل من ناحيه انت لو فاهم القوانين كويس وفاهم اربط دي بدي ازاي وايه العلاقه ما بين حاجه والثانيه، هعرف اطلع الرسمه بسهوله يعني. وبرده الموضوع زي ما قلنا بالتدريب والحل الكتير. جميل جدا. طيب السؤال بعد كده يا مستر، عندنا السؤال المقالي بقى. السؤال المقالي. اول سنه يجي سؤال مقالي في 2023 جاب سؤالين مقاليين السنه دي. جميل جدا. اللي حضرتك رؤيتك لهم، هل دول كانوا في مصلحه الطالب؟ هل جداً. كانوا في مصلحه الطالب؟ جدا. تمام جدا. طيب قول لنا بقى. بص هقول لحضرتك على حاجه. الرياضه اختياري في الوقت الحالي ونزل معاهم سؤالين مقالي. خلينا انا طالب مستواي حلو، تمام، جالي سؤال مقالي، فانا حليت السؤال ولكن مثلا هحله على 5 خطوات، حليت 4 صح وخطوه غلط فيها غصب عني، في الناتج النهائي غلط. وارد تكون غلطه آلة حاسبه، وارد يكون تعويض زي ما حضرتك بتقول غلط، وارد اشاره مش مظبوطه معايا، كل ده شيء وارد. هل هحاسبك على الناتج النهائي ولا اديك الخطوات اللي انت عملتها اديك عليها درجه؟ درجه طبعا. يبقى انا استفدت. طيب تعالى بقى للسؤال اختياري. انا فضلت دلوقتي احل السؤال 3 4 5 خطوات وفي الاخر طلعت الاجابه غلط. الاجابه بقت ايه؟ خلاص غلط كده، يا ابيض ايوه يا اسود زي ما بيقولوا. فالاختياري في الرياضه صعب صراحه وبيدور طلبه كتير. وفي نفس الوقت برضه نقطه ما كنتش افضل نتكلم فيها بس لازم نتطرق ليها، في الغش. ممكن طالب قاعد في الامتحان غش من زميله في دقيقه واحده، نقل الامتحان وهو ما كانش مذاكر ولا كان عامل حاجه. ففي نفس الوقت ضيعت مجهود طالب، ما شافوش خطوات عمل، بس ما شافش اي حاجه، هو عايز في الاخر الاجابه النهائيه. فبالتالي ان في المواد العلميه وفي الرياضه بالاخص الحل المقالي هو الاهم. فانا شايف انها كانت من مصلحه الطالب جدا، وكمان كان جايب اسئله مستوى كويس قوي كمان، مستوى متوسط معظم الطلبه حلوها. كان في شكاوى بسيطه جدا، سؤال واحد في الاستاتيكا لو كانت الطلبه ركزت فيه، السؤال لما جينا حلناه مع الطلبه لقوا ان مستواه سهل، بس هو كان محتاج شويه تركيز، لان السؤال مش هيجي لك اسطمبه. اخرج من بره دايره ان انا اجيب لك السؤال اسطمبه واحده وتشتغل عليه، ده موضوع خلاص بطل من زمان. انا بدربك على حل الرياضه عشان اقول لك اي سؤال تعرف تحله. انا مش هاجي اقول لك النهارده ايه الدرس ده فيه 10 اسئله هيجي منهم واحد في الامتحان، دي ما عادش موجوده. انا بدربك وبفهمك عشان تعرف تحل ايا كان السؤال اللي هيجي لك. فما ينفعش اديك السؤال اقول لك ايه ده جاي في الامتحان، ده مش موجود. الموضوع ده ملوش اساس من الصحه. انت بتدرب الطالب وتفتح دماغه علشان يعرف لو جاله اي حاجه يعرف يحلها، حتى لو شكل ما شافوش قبل كده. دي الفكره كلها. جميل جدا. طب مستر، من منطلق بقى الرياضه حل،
عندنا بيجي لنا رسائل الصفحه وجروب الثانويه اسئله مع عمو يحيى، رسائل كتير في كل المواد من ضمنها الرياضه، بيسالوا اجيب كام كتاب خارجي احله؟ ايه المشكله؟ هات 3-4 كتب. هو ده الموضوع يحتمل كده؟ ما هو في ناس مش فاهمين الموضوع كويس. بمعنى ايه؟ ولكن انا بتكلم في كتاب س وكتاب ص، ايوه، وبنتكلم في اول درس في التفاضل اشتقاق الدول المثلثيه. كتاب س جايب 50 مساله وكتاب ص جايب 50 مساله على الدرس ده، فيهم كام سؤال متشابه؟ اكيد هيكرر كتير. حلو، يعني وارد ان يكون 40 سؤال مكررين. صح كده؟ طيب انا كطالب هل هعيد ال 40 سؤال تاني؟ خلاص حصلت على فكرتها. انا هاخد من الكتاب الثاني ال10 المختلفين عن الكتاب الاولاني سليم. فقط لا غير، فيبقى انا كده خلصت الكتاب. انا مش هجيب الكتاب واقعد احفظ او اذاكر الاسئله اللي هنا واللي هنا واللي هنا كلها، هم كلهم فيهم حاجات كتيره ايه متشابهه. ايوه، فالفكره انا هاخد الحاجات الايه المختلفه. فانا لو معايا كتابين مثلا، طبعا ده بالاضافه لكتاب المدرسه، ومعظم الكتب الخارجيه بتكون ضايفه اسئله كتاب المدرسه في الاسئله بتاعتها، فبتكون بالتالي موجوده. فرقم واحد احنا عندنا كتاب المدرسه هو الاساس. رقم 2 لو معايا ملخص او ملخصين فده شيء كويس، لان انا زي ما قلت انا مش هذاكرهم كاملين. انا هاخد من ده وليكن س هاخد منه الاسئله كامله. رحت لصاد لقيت فيه 90% اسئله مكرره فمش هذاكرها تاني. هاخد الايه ال10% بس الزياده. يبقى انا كده ذاكرت كام كتاب؟ 2. طب لو ربنا كرمني في المراجعه وقمت جايب كتابين تانيين كمان، هقوم برضو محصل الافكار اللي في الكتاب الثالث والافكار اللي في الكتاب الرابع. يبقى انت مجمع كميه افكار كتيره. فانت ممكن اقول لك ايه، انا مذاكر 4 كتب بس. ايه ده بس افهم، انا مش مذاكرهم كلهم من جلده للجلده، انا ذاكرت واحد كامل. يعني في واحد حليته كله والتاني اخدت منه الافكار اللي فيه. انا مش هكرر السؤال تاني. فدي الفكره كلها. فعادي انا لو عشان ما يبقاش ضغط على الطالب، واسعار الكتب كمان واسعار الكتب اليوم دول فعلا بقت عاليه، فانا ممكن كتاب المدرسه او كتاب خارجي او كتابين بالاضافه لمذاكره المدرس طبعا اللي هو شغال طبعا المذكره بنكون لامين فيها معظم الافكار اصلا اللي في كل الكتب، عشان الطالب يكون في غنى عن الملخص الخارجي. ولو احنا احتاجنا حاجه من الملخص الخارجي ساعات بنشرحها في السنتر او في الاونلاين. بس مستر اسلام، عايزين من حضرتك نصيحه للطلبه ازاي زي ما بيقولوا كده يخلوا منهج الرياضه في جيبهم طول السنه. بيجي عليهم وقت يقولوا انا نسيت الباب الاول ده خالص، مع انه كان بذل مجهود كبير خالص فيه بالزبط. وشبه قفله مذاكره يعني. بالظبط. عايزين نصيحه من حضرتك بقى ازاي يفضل المنهج في دماغي لغايه ما راجع. الموضوع سهل جدا. جميل. رقم 1 انت بدات السنه ايا كان بدات في شهر كام، بدات وليكن بفرع ب2 ب3، فانت كل اسبوع بتاخد حصه او حصتين حسب انت منظم وقتك. بعد كل اسبوع راجع على اللي انت خدته خلال الاسبوع ده. تمام. طيب عدى اسبوع كمان هراجع على اللي انا خدته خلال اسبوعين. ده انا كده بذاكر المذاكره الاساسيه. أيوة. بس انا عامل يوم او يومين في الاسبوع مراجعه لكل المواد. فانا جيت في نهايه كل اسبوع بعمل، وليكن بتكلم عن نفسي، بعمل امتحان شامل اسبوعين. جميل. على اللي اتاخد على الحصتين بس خلال اسبوع. وبعد ما الشهر يخلص بنعمل امتحان شامل على الشهر كله كامل عشان نشوف انت استفدت بايه. يعني حضرتك بتعمل امتحان كل اسبوع؟ امتحان اسبوعي. ده بيبقى فيه ايه؟ بيكون امتحان على الحصتين اللي هم اخدوهم بتوع الاسبوع ده. جميل. وهم ضايف فيه فكره صغيره. اسئله سهله متوسطه فكره واحده. تمام. طيب اهم جاي الاسبوع اللي بعده عامل امتحان نفس الكلام، اسئله سهله بس علوم درسوه برضه في نفس الاسبوع. بالظبط، علوم درسوه في الاسبوع ده. ايوه. وهم جاي اخر الشهر عامل امتحان ايه شامل واحط فيه فكرتين 3 تعال نجمع مع بعض. الشامل ده بقى على التراكمي على كل الدرس قبل كده. بالظبط، على الدرس خلال الشهر خلال الشهر ده نفسه. يبقى انا هنا بنشط الذاكره بتاعتك علشان ما تنساش. طب انا لو في الشهر رقم 2، في الشهر رقم 2 هبدا اطبق على الشهرين مع بعض. الامتحان الشامل هيكون شامل شهر 2 وشهر 1. في امتحانين بقى. في امتحان على الشهر الثاني. سليم. وفي امتحان على الشهرين مع بعض، وادي لك مول عشان تذاكر الكلام ده وتسترجعه تاني في الذاكره بتاعتك. جميل. فالفكره انا مش هدي لك فرصه، مش هسمح لك اصلا انت تنسى. انا مش هبدا شغل في 8 او 9 وافضل سايبك لحد شهر 2. انت متوقع في شهر 2 يقول لك يلا قول لي اللي انا خدته في شهر 8 او 9 يفتكر. مش هتفتكر. فانا مش هسمح لك انك تنسى اصلا. هي الفكره كلها في كده. فاحنا عندنا امتحانات شامله اول باول اسبوع، وكل شهر في امتحانات. زي ما قلت لك بالطريقه ديت الطالب بيبقى معاه الموضوع سهل. حتى وارد ينسى، يعني وارد برضه ننسى. ابدا انا دوري اذكرك وانت كطالب برضه تذكر نفسك وابدا افتكر مع نفسي. والامتحان الشامل هيضغط عليه انه يذاكر تاني. بالظبط. بالظبط كده. جميل جدا. طيب عايزين نصيحه اعم شويه، ازاي الطالب يحافظ على طاقته بقى؟ يعني بيبدا الطلبه كتير ما شاء الله عندهم يعني عزيمه في بدايه السنه. تمام. ولكن سرعان ما يعني ايه بتبدا الكيرف ينزل.
تمام. ازاي الطالب في رؤيه حضرتك يحافظ على نفسه ستيدي، يعني ايه تكون داله لينير كده؟ هقول يعني لك انا المشكله اصلا هنا فين. المشكله هنا طالب ثالثه بيكون داخل ثالثه ثانوي، الناس كلها مخوفه من ثالثه. ثالثه دي ضاغطين عليه بالظبط. ثالثه دي البعبع، ثالثه دي حاجه صعبه، اهله بيضغطوا عليه، قرايبه بيضغطوا عليه، اصحابه بيضغطوا عليه، ده بيقول له كذا ده بيقول له كذا. ايه يا جماعه كميه الضغط دي؟ ليه ضغطين طالب ثانوي عامه بالمنظر ده؟ الموضوع سهل. رقم واحد، انت ما ينفعش تبدا السنه بطاقه 100%. طب ليه؟ انا اول شهر طاقته 100%، طب والشهر الثاني 100% مثلا، تمام، الشهر اللي بعده هيبدا انزل 90%، 80%. بيجي الطالب على شهر 12 او واحد يحصل له حاله ملل، زهق، حاسس انه ما عادش بيأدي نفس الاداء اللي كان عامله في الاول. مش حاسس انه بيأدي نفس الطاقه الانتاجيه اللي كانت في الاول. صحيح. هو نفسه حاسس ان المستوى بتاعه بدا ينزل، بدا الريتم بتاعه يقل. طيب امال الصح؟ رقم واحد، انت بدات السنه اسبوعك 7 ايام، 5 ايام منهم هيبقوا مذاكره. اليوم السادس مراجعه اللي انت ذاكرته، عندك اليوم السابع ده يوم راحه تفصل فيه، والكلام ده بمعدلات زمنيه معينه. يعني في الاول هيبقى معاك مثلا يوم واحد اجازه وبتذاكر في اليوم معدل 6 ساعات او 7 ساعات. تمام. قربت على الامتحان، طبعا ما قربتش قوي يعني، انا قربت حاجه بسيطه، دخلنا يعني بقى في السنه. ابدا هنا اقل اليوم ده شويه، اخليه نص يوم، وازود عدد ساعات المذاكره. جميل. دخلنا في الفتره الاخيره اللي مفيش فيها هزار، انسى اليوم ده. ما عادش بقى موجود. وبدل ما اذاكر 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات، لا، ذاكر 12 ساعه، ذاكر 14 ساعه. نعم ايوه ذاكر، ده اخر شهرين ليك، اللي هو دي اللي بتحدد مصير حياتك. اذا انا ما ضغطتش نفسي خلال الشهرين دول، ما تضغط نفسي امتى؟ بس الفكره بقى ما ابداش الضغط ده من اول السنه، لان الضغط ده لو بدا في اول السنه الطالب هيجي نفسه بعد شهرين 3 طاقته خلاص نفذت، ويبدا يتعب ويبدا يقول لك انا مش فاهم كذا ومش فاهم كذا. لا، انا لازم ابدا واحده واحده. لما اجي اجري مش هطلع على ال 100 كيلو مره واحده. أيوة. بتمشي واحده واحده بالتدريج. فلازم الطالب يكون من اول السنه منظم وقته بالطريقه دي كده. لو انت مشيت بالطريقه دي تصدقني هتوصل للي انت عايزه من غير ما تتعب. هيبقى شويه تعب بسيط في الاخر بس اكيد عشان توصل لحلمك يعني. ممتاز يا مستر، ربنا يجزيك خير على النصايح الطيبه دي. طيب واحنا كده بنفنش البودكاست، عندنا نصيحتين عايزينهم من حضرتك. نصيحه للطالب في الرياضيات، وعايزين نصيحه لاولياء الامور. النصيحه للطالب قبل ما تكون نصيحه في الرياضيات فهي نصيحه شخصيه لي. رقم واحد، قرب من ربنا، اتعامل بما يرضي الله، ذاكر كويس، اجتهد عشان خاطر والدك ووالدتك لانهم يستحقوا التعب. هم بيصرفوا عليك مصاريف جامده، وكل هم عايزين منك حاجه واحده، ان هم في اخر السنه يقفوا بفخر كده ويرفعوا راسهم فوق يقول لك ايه، انا ابني جاب كليه كذا، انا بنتي جابت كليه كذا. هو مش عايز منك حاجه غير كده. فاعتقد هم يستحقوا انت تعمل لهم الكلام ده، وسهل قوي انك توصل. والله سهل. انت لو صعبت على نفسك الموضوع فهو صعب، انما لو انا اقنعت نفسي ان الموضوع ممكن يبقى سهل هيبقى سهل. حتى لو ماده ما بحبهاش ذاكر فيها كتير. ما بحبهاش، ايوه ذاكر، ما اللي ما بحبهوش هو اللي ذاكر اكتر، مش العكس. انا مثلا ما بحبش ماده معينه فهريح فيها، طب ما هتريح مش هجيب فيها مجموع. صح. ده بالعكس، ابذل فيها مجهود اكتر واكتر واكتر. اجتهد على قد ما تقدر. وعايز اقول حاجه صغيره لازم تهتم بيها كويس قوي. كلنا دايما بنقول ان ربنا بيدينا على قد تعبنا، وطبعا دي حاجه لا جدال فيها. هتتعب هتجتهد ربنا هيكافئك. لا قدر الله لو ربنا ما امرش بالحاجه اللي انت نفسك فيها، اعرف ان هو مختار لك اختيار انسب من ده مليون مره. دايما النجاح مش في النتيجه، النجاح في حاجات كتيره جدا. النجاح في الصحه، النجاح ان ربنا يبارك لي في والدي ووالدتي، النجاح ان انا بعد الكليه ايا كانت الكليه ايه اشتغل شغلانه كويسه يكون لي دخل كويس، ربنا يرزقني بزوجه كويسه او بزوج كويس، ربنا يبارك لي في اولاد كويسين. فالنتيجه بتاعتك واللي ربنا يكافئك بيه ليه اشكال كتير قوي. ما تعتقدش ان الشكل هو النتيجه بس وان دي اخر الحياه. انا ممكن اكون في دماغي انا عايز كليه هندسه، ما حصلش نصيب وجبت اي كليه تانية. اعرف ان ربنا ليه حكمه في الكلام ده. ما تخافش وما تزعلش. طبيعي ان احنا نزعل، احنا بشر. طبيعي ان كان نفسك في كليه طب وما جيتش فانا هزعل، نفسك في كليه هندسه وما جيتش اكيد هزعل. ده طبيعي، ده احساس وشعور طبيعي جدا. بس لازم اعرف ان ربنا ليه حكمه في الكلام دوت. ربنا شايف الافضل ليك. الخير ايه الافضل؟ ربنا الخير ليك انك تخش هندسه تدخل كذا عشان هو شايف الخير ليك. تطلع مثلا ممكن دكتور في الجامعه في الحاجه اللي انت دخلتها. بالظبط كده. دي نقطه في ناس ما بتستوعبهاش كويس. صح. ده بالنسبه للشباب. فان شاء الله بدون مقاطعه ربنا يوفق الجميع ويرزقه بالكليه اللي هو نفسه فيها. بالنسبه لولي الامر، انت عليك عبء كبير جدا. اول عبء هو العبء المادي في الوضع اللي احنا فيه. عليك مصاريف جامده، وانا عارف ان ولي الامر ما بيبخلش على اولاده باي شيء، اذا كان ملخصات خارجيه، كتب، اكل وشرب ولبس،
الموضوع عنده كبير جدا. فانت طبعا ربنا يكون في عونك وربنا يوفقك، بس النصيحه ان انت تتابع ابنك اول باول، يكون فيه متابعه باستمرار. الشباب في سن مراهقه ممكن طالب ما يذاكرش المذاكره الجيده لان مش لاقي متابعه كويسه. لازم منك متابعه عليه اول باول، متابعه على اخلاقه، متابعه على مستواه التعليمي مع المدرسين بتوعه، متابعه معاه في المدرسه، هل هو ملتزم في الحضور؟ لا مش ملتزم. هل بيحل امتحانات؟ لا ما بيحلش. لان الطالب لما هيلاقي فيه متابعه هيبدا يخاف. احنا كلنا كده لما نحس ان في علينا رقيب فما قلقين نعمل حاجه غلط. فدايما هو لما هيلاقي فيه عليه رقابه هتلاقي الموضوع معاه كويس. بس اهم حاجه الرقابه تكون بعقل، يعني ما تضغطش على الطالب علشان ما خلوهوش ياخد الموضوع عكسي. بالعقل اتعامل معاه واقرب منه. الطلبه في السن دوت في سن مراهقه ده سن صعب جدا، صح. فلازم اكون قريب من ابني، اتبع معاه الاساليب الصح. دي النصيحه اللي بوجهها لاولياء الامور علشان تعرف توصل لابنك بابنك اللي انت عايزه. انت عايز ابنك يكون احسن واحد في الدنيا، واحنا عايزين نكون احسن واحد في الدنيا. مصلحه لينا اصلا في الاول في الاخر. وانا طبيعي حضرتك مسافه الوالد يعني بالظبط. فهي كلها مصلحه مشتركه، احنا كلنا بنكمل بعض. الطالب عليه دور، ولي الامر عليه دور، والمدرس عليه دور. في حاجه لازم نكون فاهمينها كويس قوي، ان اكبر عبء بيقع على مين؟ بيقع على الطالب، ولا على المدرس ولا على ولي الامر. انا والطالب اللي عندي احنا الاثنين عايزين نوصل لكليه معينه. تمام. انت كطالب عليك عبء قد ايه؟ 90%. انا كمدرس عليه 10% بس. ازاي؟ هقول لك ازاي. انا مجرد اداه بتنور لك طريق، انا بفتح لك معلومه. صحيح. مين بيحل المعلومه؟ مين بيطبق عليها؟ مين بيمتحنها؟ مين بيجيب فيها الدرجه؟ انت بتبذل مجهود طبعا. انت اللي بتبذل مجهود. تعالى النهارده خليك بتاخد عند مدرس لسه بادئ حياته، كلنا بدانا حياتنا ومدرسين صغيرين، بس هو الراجل المدرس ده بيقول لك اعمل 1 2 3، انت بتعمله هتحقق معاه نتيجه 10/10. طب تعالى النهارده نروح لاحسن مدرس في العالم رقم 1، بس هو بيقول لك اعمل 1 2 3 ما بعملهمش. خلاص. طب واجبات ما بعملش. طب امتحانات ما بمتحنش، او بمتحن بجيب درجه مش كويسه. استفدت انه احسن مدرس في الدنيا؟ يبقى الكلام ده كله ما بذلتش مجهود. ما بذلتش مجهود. فالمجهود الاكبر بيقع على الطالب مش على المدرس ولا على الامر. هم مساعدين، بس العامل الاساسي هو الطالب. فلازم الطالب يكون هو حابب يوصل. انا حابب اعمل، انا حابب اجيب كليه طب، وعشان حابب الحاجه ديت هعمل لها. ما هو برضه ما احلمش بس. فيقول لك ايه، انا نفسي اجيب كليه طب. تمام، بتعمل ايه؟ ما بعملش. يعني ما بتعملش. طب بتذاكر؟ لا. طب بتحل امتحانات؟ لا. طب بتروح المدرسه؟ لا. طب لا ايه يا عم؟ طب ما انت انا بحلم حلو. طالب ليه؟ انا بالليل بنام وبحلم كليه طب. لا مش هجيلك. خلينا واقعيين. يبقى انا لازم عشان احلم لحاجه زياده واوصل لها لازم اعافر، لازم اوصل لها. اسعى عشان ربنا يكافئك على الكلام دوت. هي الفكره كلها في كده، اعمل الكلام ده مش مجرد كلام وخلاص. انا كطالب عايز اتفوق في كليه هندسه مثلا، حلو. طب انت عامل بقى في الكليه حاضر السكاشن بتاعتك؟ مش قوي. طب بتروح تحضر للدكاتره؟ الدكتور ده اصلا ما فهمش انه مش كويس كده ومش عارف، ما ارتاحلوش نفسيا كده، انا منفسن من ناحيته. طب انت تتفوق ازاي؟ طيب اخرك في الكليه تعمل ايه؟ جيد، نجحت، عديت. الا لو انا عايز بقى اوصل لحاجه تانية. ما انت ممكن ربنا يكرمك تبقى معيد في الكليه، ممكن ربنا يكرمك وتبقى دكتور في الكليه. هم اللي بقوا دكاتره ازاي؟ عشان اجتهدوا وربنا يكرمهم. بس الموضوع كلها معادلات مربوطه ببعضها. هي رياضه، كلها في الاول وفي الاخر رياضه، معادلات بتربط بعضها، كلنا بنكمل بعض. لو لعبه مننا وقعت اللعبه كلها باظت. حلقه مكمله لبعضها، ما ينفعش حاجه من الحلقه دي تقع. كنت بقول للطلبه يا مستر، يعني تصديق على كلام حضرتك، في فرق ما بين التمني والرجاء. لو واحد من امانيه زي ما حضرتك قلت كده يدخل كليه الطب وهو طول اليوم نايم وما بيروحش دروس ولا حاجه، دي امنيه وبس. اما الرجاء فانت فعلا عايز تدخل كليه الطب، بس بتاخد الاسباب المؤديه لكده، بتذاكر، بتحضر، بتبذل مجهود. فمش عايزين تكون يعني نتيجه بالنسبه لنا اماني، عايزها تكون رجاء. عايزين بالزبط. تشتغلوا بحيث ان ربنا ان شاء الله يوفقكم وتوصلوا اللي انتوا عايزينه. بس اجتهدوا، انتوا عايزين ذاكروا، اعملوا اللي عليكم، اجتهدوا، ربنا يوفقكم، ده موضوع منتهي. بس اعمل اللي عليك، ذاكر واجتهد. دي اقل حاجه انت ممكن تقدمها لوالدك او والدتك طبعا. ليه؟ هو مش عايز منك غير ان انت تتفوق في دراستك، والموضوع سهل والله بالنسبه لك. بس ذاكر، اجتهد، ربنا ان شاء الله بمقطع يوفقك وتوصل لكل اللي انت عايزها ان شاء الله بدون مقطع. سعدنا خالص بلقاء حضرتك يا مستر اسلام. انا اسعد ان شاء الله نتمنى توعدنا بلقاء تاني باذن الله ان شاء الله بدون مقطع ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، وان شاء الله نوعدكم نكمل سلسله ازاي اذاكر. كنتم مع عمو يحيى.